والله العظيم ضيعنا عمرنا واحنا عمالين نقوروا الكوسه ونحشوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير على احلى مشاهدين ليا. احنا النهارده نعمله الكوسه سهله بسيطه جدا. جبنا كيلو كوسه او مش قورناه، نضفناه وعملناه بالشوكه او بالمقوره من بره خطوط كده. ورحنا جايبين طاسه امرايه حطينا فيها زيت، وهنروح محمرين فيها الكوسه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. هنديها الاول تحميره كده حلوه، وبعد كده هنروحوا عاملين لها الحاجات الجميله الاماره اللي بعد كده. زي ما انتم شايفين ان انا رصيتها في الصينيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما سبتها ان هي تتحمر، مش تتحمر، بتاخد يعني لون ذهبي بسيط، ونديها يعني حاجه بسيطه كده في الزيت، مش بنقليها بقى ونحمرها جامد، لا ده حاجه بسيطه جدا. بعد ما احنا بنحمروها كده بنروحوا شايلينها في طاسه، في صينيه او في اي حاجه تانية، ويروحوا واخدين الخطوه اللي بعد كده. مع الخطوه اللي بعد كده بنروحوا جايبين نفس الطاسه اللي احنا عملنا شلنا منها الزيت، وهنحط فيها معلقتين سمنه امرايه، وهنروحوا جايبين ربع كيلو لحمه مفرومه. لو حتى عندك 8 كيلو لحمه مفرومه ما عنديش اي مشكله، لان احنا هنحط عليها البصل بتاعنا دي احنا بنعصجوها. احنا طبعا انا بحطيت في الاول اللحمه اللي نزلت الميه اللي فيها، وبعد منها بروح حاطه، بكون عامله بصلتين 3 كبار كده زي الامرايه. بروح حاطه البصل مقطعاه حتت مش فرمه، لا انا بحب ان انا اكون مقطعاه، ما بحبش اكون فرمه عشان ما يبقاش نازل الميه. وبعد ما بحط البصل الامرايه بتاعنا بتنيني اقلب فيه لحد ما البصل بيدبل مع اللحمه ويدينا يطلع ريحه حلوه قوي. بروح حاطه عليه التوابل بتاعتنا الامرايه، عندي السبع بهارات وعندي الملح وعندي الفلفل الاسود، ولو عندك بابريكا حطي، ما عندكيش مش مشكله. بعد كده اقوم معصجه اللحمه وركناها. بردك افضي الطاسه بتاعتنا واعمل فيها، هنروح جايبين فصين توم 3 4 زي ما انتوا بتحبوا، وهروح محمراها في معلقه سمنه بلدي. انا كل ده على فكره بستعمل السمنه البلدي. بروح محمراها في السمنه البلدي، واكون جايبه 3 4 طماطمات ضرباهم في الخلاط، وبعد كده اقوم صباهم على التوم. عندك معلقه صلصه حطي، ما عندكيش مش مشكله. انا ما كانش عندي بصراحه ما حطيتش. واروح اقلبها تقليبه حلوه، وبعد ما بقلبها كده اقوم نازله عليها بالتوابل بتوعنا، الملح والسبع بهارات والفلفل الاسمر والبابريكا لو عندك، ما عندكيش مش مشكله. واسيبها قلبتها حلوه قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقلبها واسيبها لما تتسبك. خلاص كده اروح اجيب بقى الكوسه بتاعتنا الامرايه زي ما انتم شايفين. بروح جايبه السكينه واروح فاتحاها. طبعا زي ما انتم عارفين ان انا بصور بايد واحده، فانا فتحتها كلها، وبعد كده بحشيها باللحمه المعصجه بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين. خلاص كده انا طبعا هنحشيها كلها وهوريها لكم شكلها هيبقى عامل ازاي. خلاص اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحسن ما بين ايدينا. شفت انا قلت لكم لو جبنا تمن او ربع مش مشكله، لان بتفضل معانا لحمه معصجه. طبعا اللحمه دي انا احطها في علبه واحطها في الفريزر عشان هستعملها في حاجه تانية. هروح اجيب الصينيه الامرايه بتاعتنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وهنروح رصين فيها الكوسه اللي هي فيها اللحمه المتعصجه الامرايه بتاعتنا. ده ايه الجمال دوت، والله العظيم طريقه سهله جدا وما في ابسط من كده. وبعد ما رصيتها زي القمر في الصينيه بتاعتنا اهي، ادي الصلصه اللي انا سبكتها معاكم. هاخدها واروح حطها يعني حطها يعني رشها على الكوسه كده زي ما انتم شايفين. احط في الفراغات، ارشها على الوش زي ما انتم شايفين. وعلشان خاطر الكوسه هتستوي معانا بجيب كوبايه ميه واروح حطها عليها مسقسقاها كده اهي زي ما انتم شايفين، واروح حطها على النار تاخد غلوه من فوق، وبعد كده بقوم منزلاها حطها فين في الفرن. وبعد ما بحطها في الفرن بروح حطها مشمعاها فوق تحت الشوايه 3 دقايق. وادي الرز اهو، عملت رز حبايه وحبايه، وعملت الكوسه. ودي كانت وصفتي من المطبخ ونوعات ماما مها، واشوفكم في وصفه جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لي لايك وشير، واشوفكم في وصفه جديده باذن الله.